بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة الفراخ الجميلة دي. يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. نصلي على الرسول ونبدأ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ هنبدأ بقى ان شاء الله نعمل مع بعض. انا كده عملت البصلة، محبتش اطول عليكم. عملت البصلة في الكبة، خدت منها حتة صغيرة خالص، حطيت عليها شوية توابل، فلفل اسود، بهارات اللي انا قلت لكم عليها دي، اللي هي البهارات العربية، وشوية ملح بس. دعكت بقى الفرخة من بره ومن جوه. هنعمل ايه دلوقتي؟ طبعا انا كنت غسلت الفرخة ونقعاها بالليمون، وما شاء الله خليتها زي الفل، ومسحتها بمناديل عشان ما يبقاش فيها مية خالص. تمام. كده هناخد البصلة بقى نحطها على البوتاجاز، نحمرها وننزل عليها بشوية الرز والكبد والقوانص. هنعمل مع بعض خطوة بخطوة. كده حطيت البصلة، حطيت عليها شوية فلفل اسود، هحط عليها كمان شوية سكر صغيرين خالص. جنب مني طاسة تانية هنزل فيها بالكبد والقوانص، انشفهم هنا بالملح والفلفل الاسود، وبعدين هضيفها على البصلة. نزلت بالكبد والقوانص اهي. طبعا نعمل اديناها صدمة هنا. حطينا شوية فلفل اسود، شوية ملح صغيرين خالص، هتنشف وهنضيفها على البصلة والرز اللي احنا هنعمله. نستنى عليها لما تدخل في اللون الجميل ده. نزلت عليها بالكبد والقوانص. طبعا قبل الكبد والقوانص حطيت مكعب ماجي، حطيت التوابل بقى، التوابل العربية، التوابل الفراخ. عندك السبع بهارات طبعا بيخلي البصلة تحفة، حط منها. كده هننزل بقى بالرز. نزلت طبعا بالرز، اديت تشويحة بسيطة كده، نزلت بربع كوباية مية بس. هتنشف بقى معايا ونحشي الفرخة مع بعض. الحين هنحط بقى نحشي اهو. انا طبعا زي ما قلت لكم ان انا عملتها بشويه فلفل اسود كده الاول في الفرخه. بسم الله الرحمن الرحيم. هندخل برضو في الرز طبعا سخن، نحط شويه صغيرين كده عشان ندخلها في الورك كده. عايزه اقول لكم ريحه الرز تحفه تحفه، حلوه جدا. هكمل انا بقى كده وهقفلها بالخله من هنا كده ونعمل مع بعض عشان ما اطولش عليكم بس الفيديو. كده حطينا معلقه سمنه بلدي محترمه كده، والبصل بتاعها طبعا، وفلفل طيني، والحبتين حبهان كده. هنشا اديها تشويحه كده في السمنه البلدي الجميله دي، وننزل بقى بالميه بتاعتها. كده زودنا الميه، طبعا الكاتل كان جنبي بيغلي ميه على طول. كده نزلنا بالميه، هنوطي بقى عليها خالص. هي غليت، انا وطيت النار على فكره. هغطي عليها بقى واسيبها مع نفسها كده. وكده ما شاء الله خلصنا يا حبايبي الفرخه ما شاء الله. الرز حبه وحبه. الملوخيه عملنا طبعا شويه ملوخيه. السلطه بس نصيحه، الحشوه فراخ بلدي. الفراخ البلدي افضل بكتير من الفراخ البيضه في الحشو. تستحمل ازاي تحط فيها الرز، وتستحمل اي حاجه فيها، او تستحمل السوا بمعنى اصح. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. يلا يا حبايب قلبي، اللي ما عملش اشتراك يعمل اللايك الجميل. وبشكر اي حد جديد عندي في القناه. ربنا يوفقنا جميعا يا رب. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الاشتراك واللايك، كومنت الجميل. ملوخيه ريحتها تحفه. في رعاية الله يا حبايبي.